مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. وصفة اليوم راح تكون راح نسوي سويس رول، وخليكم ويانا وشوفون المقادير، إن شاء الله تكون سهلة. هنا عندي 6 بيضات، أنا استخدمت كبار، إذا صغار عندكم تستخدمون 7، وفصلت الصفار عن البياض. هنا عندي كوب من الشكر، قسمته نصين، نص للبياض نص، ونص كوب للصفار. نص كوب من الزيت، 3/4 الكوب من الحليب السائل، ونكهة برتقال راح استخدم او اي نكهة عندكم. وهنا ظرف من البيكنج باودر او ملعقة اكل، وكوبين من الطحين، وملعقتين من الخل الابيض. هنا عندي البياض خليته بالعجانة، راح اخلي فوقها خليت رشة من الملح كلش قليلة، وهنا راح اخلي خل ابيض ملعقتين اكل. طبعا اذا تستخدمون الخفاقة يصير، بس تكون نوعيتها زينة، لازم تتحمل هواي لان اخبط بيها. وراح يبقى الشكر راح اضيفه بالتدريج فوق البياض، اضيف شوية شوية لحد ما اشوف القوام يتماسك. يعني هنا تقريبا الخفق راح يبقى 5 دقائق. هنا اضيف شوية شوية على الشكر اضيفه على البياض لحد ما يتكاثف ويصير عندي مثل الكريم. هاي لحد ما اخلص كل هالكمية. هسه هنا اتركها وحدة يخفق مدة 5 دقائق، وراح ننتقل للصفار. هنا الصفار راح اضيف عليها كل هالمواد الباقية. عندي هنا الزيت راح اضيفه واخلط، وبعدين يبقى عندي الحليب والشكر النص الكوب اللاخ، لان انا استخدمت كوب، نص على الصفار ونص على البياض. هنا الحليب، اذا تريدون تستخدمون مي عادي تقدرون، بس انا استخدمت حليب لان تعطي نكهة همين طيبة. هنا نص كوب من الشكر هم اضيفه على الصفار. طبعا وهاي المرحلة ما تحتاج خفاقة ولا تحتاج اي شي كهربائي، مجرد اخفقهن بالايد. هنا النكهة هم اضيفها على الصفار حتى ما تبقى عندي اي زفرة. هنا ملعقة من الاكل اضيف. هنا هم اخفق، ويبقى عندي بس البيكنج باودر اضيفه فوق الطحين. وهنا اي نكهة تستخدمونها، فانيلا سائلة او جوز الهند او التوفي، كلها طيبة. هنا هاي العلبة انا استخدمها من البيكنج باودر، طبعا هاي نوعيتها كلش زينة. واذا تستخدمون اظرف تستخدمون ظرف كامل. هنا خلطت البيكنج باودر ويا الطحين، وراح اضيف شوية شوية على الصفار، اضيفه على شكل دفعات واخلط. يعني من اشوف الطحين اختفى اضيف الوجبة الثانية. طبعا هواي بنات ما تنجح عندهم هاي الطريقة، طريقة الفصل، بس انصحكم تجربوها لان مقاديرها جدا مضبوطة ونتيجتها كلش حلوة. اذا تريدون تسوونها بالكاكاو تاخذون ملعقتين او 3 من الطحين، وتضيفون كاكاو باودر خام هم ملعقتين او 3. هسه هنا الدفعة الاخيرة من الطحين خلصتها واخلطها ويجهز عندي. ها هي، يبقى عندي بس البياض. هنا اخلطها بشكل زين يعني ما تبقى عندي تكتلات، وتصبح جاهزة. هسه هنا جهز عندي خليط الطحين، صار عندي بهذا القوام. هنا البياض راح يبقى يخفق لمدة 5 دقائق إلى 7 دقائق، يعني لحد ما أشوفه صار كلش ثخين. هسه أنا بهاي المرحلة اختبرته هنا بعد ما جاهز، لأن الخليط ينزل. هسه هاي المرحلة هنا ما جاهز بعده، راح أرجع همين أخفقه لحد ما أشوفه يصير ثخين، يكون ما ينزل من الخفاقة. هسه هنا صار جاهز عندي. شوف الفرق بين هسه هاي المرحلة والمرحلة اللي قبلها. هنا قام ما ينزل، صار على شكل منقار. يعني هاي هسه هنا البياض خلص جاهز. هسه راح اقوم اخذ قسم قسم شوية شوية واضيفه على خليط الطحين، بس ما اخلط بسرعة لان هنا البياض راح يكون بكمية هواء هواي كبيرة. واخلط شوية شوية بكل هدوء من جوا لفوق. وراح اشوفكم الطريقة، راح اسويها على كيف حتى تشوفونها وتنجح عندكم. هسه ضفت شوية من البياض، وبهاي الطريقة اخلطه من جوا لفوق وباتجاه واحد لازم، لان انا اريد ابقى محتفظة بالهواء اللي بداخل البياض. هنا بس اشوف البياض شوية يختفي اضيف الدفعة الثانية.
هنا هم راح اضيف قسم من البياض، وباتجاه واحد احرك بس الطاسة، واحرك ايدي من جوا لفوق. وهنا من يصير عند الخليط شوية اشوفه سائل راح كله اضيفه وين ارجعه فوق البياض. هنا على كيف اخلطه بكل هدوء. هنا هسه هاي صار عندي جاهز. هنا اضيف قليل من البياض لحد ما يصير عند الخليط شوية سائل، ارجع اضيفه فوق البياض. طبعا اذا تطبقون هاي الخطوات راح تنجح عندكم 100%. هنا بس ايدي احركها والطاسة بس افرها بس باتجاه واحد. هسه هنا شفت الخليط شوية سائل راح ارجع اضيفه فوق البياض، وهم نفس الطريقة اخلطه باتجاه واحد ومن جوا لفوق. طبعا واني قبل لا اخلط البياض والصفار جهزت الفرن على درجة حرارة تكون 150 او 160 اذا عندكم درجات حرارة، بس اذا ما بيها حرارة شعلونه على اعلى شيء، ومن تريدون تجهزونها وتخلوها بالقالب الخليط تخلوه بالرف الوسط وشغلونه بس من جوا، بس تنصونه على الاخير. هسه هنا هم صار عندي جاهز. وهنا ما احاول اخلطه هواي حتى ابقى محتفظة بالهواء، وراح اجهز القالب. طبعا هاي الطريقة تريد تستخدمونها للكيك القطع يصير، او تريدون سويس رول، يعني كل اي قالب عندكم تستخدمونه. اذا عندكم قالب صغير هاي المقادير تكفي قياس قالب 20، تطلع حيل عالية وارتفاعها كلش حلو. هسه انزل كل المقدار. طبعا راح اكتب لكم المقادير وقياس القالب كلها راح اكتبها بصندوق الوصف. والقالب اذا تريدون تقيسونه اي مسطرة عندكم تقيسونها من فوق مو من جوا، قيسون القالب من فوق هاي تطلع مضبوطة. هنا احاول بس اعدلها حتى لا تطلع عندي جهة ناصية او جهة عالية. هسه هنا صار عندي جاهز، وبعدين اخليه بالفرن على الرف الوسط على درجة حرارة. هسه انا معليتها بس من اخلي الفرن القالب انصيه على الاخير واتركه مدة هنا أنا ما يستغرق هواي لان القالب كبير والكمية صارت قليلة، فد ربع ساعة او 3/4 الساعة، واشيك عليها من يصير لونها اشقر من جوا اشغل الفوق، بس لازم اراقبها حتى ما تحترق لان هاي شي قليلة راح تستوي بسرعة. وهسه اجهزها بالفرن ومن تطلع تستوي نرجع بالشكل النهائي. هنا اصدقائي جهزت عندنا، طبعا كلش حلوة طلعت وهشة حيل، وطعمها وريحتها كلش طيبة. هسه هنا بس احرك الاطراف شوية حتى لا تلتصق من اقلبها يعني تطلع عندي بكل سهولة. وانا مخليه لي جوا ورق زبدة بس الاطراف شوية احركها. هنا اشتغلت بيها وهي حارة، لازم وهي حارة حتى من ألفها تاخذ قالب سويس رول. راح اخذ قطعة من ورق الزبدة اخليها فوقها واحاول اقلبها هيك بهذا الشكل. اقلبها على اي شي عندكم، سيباية او اي شي. هنا هاي القاعدة مالتها راح شوية ابللها بالزيت. هنا اي شي عندكم بالكلينسة او بالفرشة مال معجنات، حتى من اشيل ورق الزبدة ما يكون لازق ويشلع عندي كمية من الكيك. ناكلها بهذا الشكل اسويها. هسه الورق من اشلعه راح ينشلع عندي بكل سهولة. طبعا هنا من قلت لكم وهي حارة انا قاعدة اسوي بيها. هنا شوف شلون انشلع الورق. اذا ما تسوون هاي الخطوة راح يبقى لازق ويشلع عندي كمية من الكيك. هنا شوف شلون شكلها من جوا، طبعا كلش حلوة وهشة
والنكهة مال البرتقال كلش طيبة طالعة. هنا على كيف اشلعها حتى ما ينشلع من الكيك. طبعا كلش حلوة وناجحة 100%. هسه انا بهاي المرحلة راح الفها على شكل رول. هنا بكل هدوء، كانت حارة يعني بالقوة لفيتها. هنا على كيف تلفونها، ولا تخافون حتى إذا تنكسر من راح أحشيها راح تاخذ قالب. هنا ألفها بهذا الشكل اللي تشوفونه. هنا ألفها وأسحب الورق، يعني كل ما ألف أسحب الورق. هنا لفيتها بهذا الشكل. ولازم أبقي هذا ورق الزبدة حتى أقدر ألفها بيه. طبعا شكلها كلش حلو، بيضة طلعت قطن، باعوا لها شكلها كلش حلو. هنا تحاولون تلفونها على كيف حتى لا تتكسر، وبعدها هي حارة لازم أشتغل بيها وهي حارة حتى تاخذ الشكل المطلوب. هسه هنا لفت عندي، شوفوا شكلها طبعا كلش حلوة. هسه هذا الورق اللي وخرته من عندها راح ارجع الفه بيها واتركها لحد ما تبرد كلش زين. هنا من الفها اغطيها باي وصلة نظيفة، اتركها فد ربع نص ساعة او ساعة، كل ما تتركونها كل ما احسن. هنا تريدوا تحشونها بكريمة، تريد تحشونها باي حشوة عندكم، بالمروار او بالمربى، يعني شنو الشي اللي انت تحبونه تسوونه. وهنا اصدقائي بعد ما بردت تماما هسه راح افتحها واحشيها. طبعا بقت هشة، اي كيكة تلفونها وهي دافية راح تبقى هشة، لو ما ادري ايش قد تبقى، يعني تحافظ على الطراوة مالتها. هسه هنا افتحها وابدي احشيها. طبعا الحشوة انا عندي حشوة المارس مسويتها بالقناة كلش طيبة، وبيها كل النكهات، وبيها حتى بسكت الاوريو. هنا هسه افتحها على كيف. هنا طبعا انفتحت شوية، بس عادي، هاي من راح اخلي الحشوة راح ترجع مثل ما كانت. هاي الحشوة طبعا كلش طيب طعمها، ومثل ما قلت لكم اي حشوة عندكم تريدون تخلونها، حتى اذا مربى تخلون او بس كريمة. هنا اخلي الكمية اللي تكفي. طبعا هنا ما يحتاج لا اخلي كاكاو ولا اخلي اي شي، لان هاي الحشوة كل شي موجود بيها. وهاي الفتحة اللي انفتحت عادي، هسه من راح الفها وارجع ابردها راح تتماسك وتطلع عندي كأنه ما بيها اي شي. هنا هم ارجع الفها بهذا الورق واتركها تبرد. طبعا راح اعوفها انا بالبراد لحد ما تتماسك الحشوة وتطلع عندي جاهزة. هنا تشوفون هاي منها شلون انفتحت عادي. هسه من راح تجمد راح يرجع شكلها يعني كأنه ما بيها اي شي. هسه هنا ارجع الفها بورق الزبدة واتركها لحد ما تبرد. واذكركم اصدقائي باللايك والاشتراك، واللي ما مشترك يشترك بالقناة، واتمنى من عندكم تدعموني، وما تنسون بلايكاتكم الحلوة وكلماتكم الحلوة حتى استمر انه اقدم لكم كل شي حلو وسهل. ان شاء الله ما اقصر وياكم، واريدكم انتم هم تقصرون وياي باشتراك بالقناة وتفعلون الجرس. هسه هنا كملتها، راح اتركها تبرد وتتماسك ونرجع بالشكل النهائي ونشوف التزيين مالتها شلون راح نسويها. هنا اصدقائي بعد ما بردت هنا خليتها ساعة كاملة بالبراد لحد ما تماسكت. واي شي طبعا انتو تريد تزينونها من فوق بالكريمة او باي صوص عندكم كاكاو. انا راح اخلي قليل من المروار، مروار
مروار الكاكاو. طبعا حتى ذا هيجي شكلها كلش حلو وطعمها كلش طيب. هاي بعد التزيين يبقى انتو يعني شلون تسوونه براحتكم. هنا هذا المروار الاسود هم يعني طعمه طيب ويعطيني شكل حلو. طبعا هيش مجرد خطوط اسويها. وهنا صارت عندي جاهزة. هسه اشوفكم شكلها من الداخل. هنا عندي هاي حبيبات، هاي طبعا قابلة للاكل. هاي مجرد شكل اعطيها وتزيين. اتمنى الفيديو يكون حلو وعجبكم وغير ممل. ولهنا ويخلص الفيديو راح اترككم بالشكل. هسه راح اقصها وتشوفون شكلها من الداخل شلون حلوة وهشة. ولهنا ويخلص الفيديو أصدقائي. أتمنى ما تنسوني باللايك والاشتراك وتفعلون الجرس وأكون ممنونة من عندكم. ومع ألف سلامة.